بياض البيض ومالكش دعوه بالصفار، الصفار وحش وبيجيب لك كوليسترول، واوعى تاكل الصفار خالص. البيض بيتبهدل معانا جدا في اي حاجه. اي ترينر هتشوفه هيقول لك كل بيض، اي حد بتاع دايت او اي دكتور بتاع دايت هيقول لك كل بيض. هل فعلا محتاج اكل بيض؟ وكله بيقول لك كل صفار البيض، كل بياض البيض ومالكش دعوه بالصفار، الصفار وحش وبيجيب لك كوليسترول، واوعى تاكل الصفار خالص. هل الموضوع ده صح ولا لا؟ تعال نشوف احنا ليه بناكل البيض اصلا. البيض من مش مش ارخص حاجه، بس من الحاجات الرخيصه اللي فيها بروتين حيواني، وطريقه عمله سهله وليه طرق كتير انها يتعمل بيها. فانت لو ما بتحبش طريقه اكيد في طريقه تانية بتحب تاكله بيها. يعني البيض اكتر حاجه سهل توصل لها وسهل تعملها وسهل تستفيد منها بسرعه. تعال نشوف موضوع الكوليسترول. هو مبدئيا الصفار مش بيجيب كوليسترول زي الناس فاكره، او مش هو السبب الاساسي في الكوليسترول. لو انت تاريخ العيله يعني العيله كلها فيها ناس عندها، او تاريخ العيله كله فيه ناس عندها كوليسترول، فانت مش احسن حاجه تعملها ان انت تاكل كوليسترول كتير. مش فكره كويسه. ليه الناس بتقول ان هو بيجيب كوليسترول؟ هو مبدئيا في نسبه كوليسترول عاليه. احنا مع الوقت عرفنا ان الجسم بيتاقلم مع الكوليسترول اللي بيخش له وبيقدر يحرقه. وكمان الصفار بيديك اجسام ممكن تؤدي ان انت يبقى عندك تصلب شرايين. في نفس الوقت هي بتدي نفس الاجسام المضاده للموضوع ده. فانت هو في الاخر بيعادل نفسه، يعني ما بيوصلش معاك لدرجه ان انت هيجيلك اي مرض بسبب الكوليسترول بتاع البيض. بس انت لو الدايت بتاعك اصلا بايظ، بمعنى انت اصلا بتاكل بزيوت اكلك كله، فخلاص انت كده كده هيجيلك كوليسترول، ملوش دعوه بقى صفار بيض ولا اي هبل. انت كده كده انت اصلا ازاي بتقول؟ يعني ايه بتقول لي مش عايز اكل صفار بيض عشان كوليسترول وانت لسه واكل ديب فرايد؟ طب ايه الهبل ده؟ كمان الصفار فيه كميه فيتامينز يعني انت لو ما اكلتش الصفار انت يعني خسرت كل اللي راح منك ده. انا جت فتره طويله جدا انا ما باكلش صفار خالص. انا كان ممكن اعمل الصبح البيض بتاعي، لو انا عامل اومليت بيبقى بياض بس 5 بيضات. وكان في اعتقادي او كنت فاكر ان البروتين في البياض بس، يعني البروتين كله في البياض، والصفار ده ملوش لازمه، ده شويه كوليسترول ودهون انا مش محتاجهم فبرميهم. خسرت الفيتامينز والصفار اللي كانوا بيترموا، كان استفدت بيهم احسن بكتير. المهم، انت لما بتاكلش الصفار ايه الحاجات اللي ما بتاخدهاش؟ حاجات كتير جدا هكتبهم، وحاجات تانية كتير جسمك محتاجها. وكمان كان في المادة الفعالة اللي بتساعد ان انت جسمك يبدأ يمتص البروتين ويحوله ويدخله في عملية بناء العضلات. فاعتقد ان كل دي فوائد في الصفار محدش كان بيتكلم عنها. كان كله بياخد البيضة باخد غرضه منها وبيرميها. انا كنت الفترة اللي كنتش باكل فيها الصفار دي، بعد فترة بقيت بتعب بسرعة. يعني اول لما درجة الحرارة تتغير شوية انا بيجيلي برد، وبرد مش اللي هو انا مناخيري مسدودة وشوية تعب، مش تعب كمان، كان بيجيلي برد. بقعد في السرير 3 ايام مش قادر اتحرك وتعبان، وتقريبا ببقى 6 ايام دول لازم اخدهم راحة، ما بنزلش فيهم في حتة. بعد فترة بدأت ازود الصفار في الاكل بتاعي، بقيت باكل 3 صفارات في اليوم، مع ان انا بقيت باخد مالتي فيتامينز كتير تانية بس ما كنتش لسه بقيت باخد فيتامين سي. الموضوع ده خلى ان البرد لما جالي برد بعد فترة، يعني ما بقاش بيجي لي برد على طول، او مع اي تغيير في درجة الحرارة ما جاليش برد. مش اللي هو مثلا أنا كنت قاعد في مكان دافي وطلعت في مكان برد شوية فاخدت برد، لا، ده كان بيحصل قبل ما اكل صفار كويس، او قبل ما ابدا ارجع اخد صفار عادي. بعد ما بقيت باخد الصفار او باكل الصفار، الموضوع بقى اسهل، ما بقتش اللي هو انا كنت في مكان حر طلعت في مكان برد جالي برد على طول. ما فيش، لا مش كده، مش للدرجه دي. وكمان البرد لما جالي، انا دلوقتي يعتبر عندي برد، البرد لما جالي ما جاش صعب اللي هو انا مش قادر اتحرك ومش قادر اعمل اي حاجه
مش عارف اخد نفسي من كتر ما مناخيري مسدوده. ما حصلش الكلام ده كله، هو بس مناخيري كانت مسدوده شويه. مع يعتبر ما خدتش ادويه برد، انا خدت بس نقط عشان مناخيري تفك اول يوم، وبعد كده تمام. يعني خلاص هو تالت يوم دلوقتي في البرد وانا مش حاسس باي حاجه، يعتبر مناخيري مسدوده حاجه بسيطه جدا وخلاص. لكن انا نفسي مش تعبان. الصفار مفيد جدا للمناعه، يعني لو انت بتاكل 3 بيضتين او 3 في اليوم ما ترميش الصفار بتاعهم، كل الصفار. المشكله بس اللي هتقابلك لو انت بتحاول تقلل وزنك، فانت بتحاول تبعد عن اي كالوري زياده وخلاص. فبدل ما هتاكل ال 55 كالوري في البيضه كامله، هتاخد 17 من البيض بس. هو الفرق كويس. حاجه كمان بعد ما رجعت اكل صفار البيض واركز ان انا ممكن اخد كارب بس في نفس الوقت ما اجيش على حساب الفات. يعني كل الاتنين، بس ما كل الكارب والفات بتوعك عادي، بس ما تجيش على حساب حاجه فيهم. يعني مثلا انا محتاج مثلا 160 جرام بروتين انا باكلهم، جنبهم هحاول ادخل اي حاجه فيها فاتس واحاول ادخل اي حاجه فيها كارب. مثلا انا الصبح الفطار بيبقى عيش وبيض وممكن لو جبنه، فتمام انا باخد البيض بتاعي والصفار بتاعه في العيش وتمام، ده فطار. بقيت اليوم ممكن ما اكلش اي كارب في الدنيا تاني، فانا الصبح دخلت الفات والكارب اللي انا محتاجهم، والبروتين باكله على مدار اليوم. لما عملت كده خسيت حبه بسرعه، يعني نزلت فاتس بسرعه، سترينث ما قلتش قوي. والحلو ان انا مثلا انا كنت 82 بشيل 160 ديد ليفت عدى، او 150 كمان ديد ليفت عدتين. حاولت اشيل ال 140 وانا تقريبا 75 دلوقتي، او يعني وزنت قبلها بفتره كنت 77. لو لسه بخس من ساعتها ممكن اكون نزلت 75 كمان او 76. جربت اللي ارفع ال 140 وطلعت عادي. ما كنتش عارف ارفعها في الاول، كنت مقلق لحد ما رفعتها. وزي ما شفت، او يعني ممكن تكون شفتها في الشورت اللي انا نزلته من قريب الفيديو، او هتلاقيني طالع بال 140. مش احسن فورم في الدنيا بس طلعت. وبالنسبه ان انت بتقلل وزنك او بتغير الدايت وانت مش متعود عليه، ويعتبر الكارب قليل جدا، وهتنزل 10 كيلو بس في الماكس بتاع الديد ليفت بتاعك، فما اعتقدش ان ده نسبه وحشه، بالذات لو انت نفسك خسيت حبه حلوين. الفاتس بتاعت الجسم بتدي باور، يعني انت لو عندك فاتس اكتر من حد انت هتقدر تشيل اتقل منه. اخوك التوأم بتتمرنوا انتوا الاتنين، هو الفاتس عنده ازيد شويه، هو هيشيل اتقل منك. فهي دي الفكره. لو انت فات بتاعتك قلت في نفس الوقت قدرت تشيل وزن كنت بتشيله عادي، او الماكس بتاعك قل حاجه بسيطه، ما تزعلش ما تتضايقش خالص. على الاقل ممكن تبص لها بطريقه اللي هو ده الماكس بتاعي الحقيقي، ده وزني دلوقتي، او انا قريب من وزني فعليا اللي هو من غير زياده فاتس، وده الوزن اللي انا اقدر اشيله. فانت بص لها كده، ما تبصلهاش اللي هو انا خسيت فانا اوزاني بتقل بس. يعني الصفار زي ما قلت، الصفار مهم جدا، وحاول تاكلوا الصفار بتاعكم، ما ترموش الصفار. الصفار فيه فايده او فيه قيمه غذائيه كبيره فشخ. كلوا الصفار. لو محتاجين مساعده في دايت او تمرين ممكن تعملوا لنا سبسكرايب على الشانل، فولو لللينك بتاع الديسكورد. لو استفدت وعرفت قيمه البيض فعلا ممكن تعمل لايك سبسكرايب، وفي لينك للديسكورد تحت لو احتجت اي مساعده، او لو محتاج تتواصل معنا بشكل مباشر في لينك الديسكورد تحت.